يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل مملكه في الدنيا واحلى عيون في الدنيا، عيون اخواتي. ربنا يخليكم ليا ويجازيكم كل خير. انا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي يا قلب اختك، تاكدي ان اشتراكك بيفرق معايا جدا، فاشتركي في القناه من علامه الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الاحمر. هتلاقوه مربع صغنون كده لونه احمر، اضغطوا عليها هيطلع لكم 3 خيارات، اختاروا اول خيار فيهم وهو الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناه، يوصلك اشعار بيه قلب اختك، تدخلي كده تنوريني باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. الناس اللي بتشتكي بقى ان انا منزلش فيديوهات وما بيجيلهاش اشعار فيديو، لازم تبقي ضاغطه على خيار الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد بيجيلك اشعار بيه كده يعرفك ان انا نزلت فيديو جديد. دمتم سند ليا في حياتي، دمتم الحاجة الحلوة كده اللي في دنيتي، دمتم يعني ربنا يخليكم ليا يا رب، اللهم امين. من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم في قناتي كده شرف ليا، فربنا يديمكم نعمة في حياتي اللهم امين. يلا في اول الفيديو كده نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا كنت رايحه للدكتور باحمد، فكنت عامله شويه حاجات في الاوضه هنا. كنت شايله الفرشه بتاعه السرير وشايله الفرشه بتاعه الارضيه ومسحه الارضيه، وكل ده انا ما صورتوش، عملته على السريع كده، وقلت لما ارجع اقوم ايه عامله فيديو بيه يعني ومصوره معاكم تمام. فاول ما دخلت على الاوضه كده زي ما انتم شايفين، كنت شايله كل الفرشه اللي فيها، كل ده كان جاهز على الفرش، كل حاجه كانت واقفه على الفرش يعني متنضفه وواقفه على الفرش. قمت جايبه بقى الستاره وعلقتها زي ما شفتم، وبعدين هجيب بقى ايه الفرشه بتاعت السرير، الفرشه بتاعت السرير، واقوم فرشاها كده. كان الروتين ده بالنسبه لي يعني حاسه ان هو خفيف كده، علشان أنا يعتبر انا كنت عامله نصه وسايبه نصه على الفرش بس. فهتلاقوا الفيديو النهارده بسيط جدا ومريح كده. في فيديوهات بحس وانا بمنتجها معاكم، ما انا بقعد اتفرج معاكم كاني يعني بتفرج على اي فيديو بشوفه على اليوتيوب. في فيديوهات كده بحس براحه نفسيا كده وانا بتفرج عليها، وفي فيديوهات كده بحس ان ملعبكة، فلازم طبعا ايه يعني انزل لكم الروتين الهادي والروتين القوي، بحيث ان احنا ايه نتشجع مع بعض بالقوي، والهادي برضو يبقى عندنا ايه من ده ومن ده، يعني تبقى القناة متنوعة زي ما بيقولوا. فرشت السرير وظبطته. وبعد كده هجيب بقى الكبرتايه اللي هي الكبرتايه الفايبر دي، احب ان انا احطها على حرف السرير كده، لان طبعا الواحد ساعات بيبرد بالليل. هتقولي الجو حر ولع، انتي بتبردي ازاي؟ انا من الناس اللي بحب ان انا ايه استغطى، صيف شتاء حر ساقعه لازم انام مستغطيه. فبجيب حاجه خفيفه كده اقوم حطاها زي ما شفتم كده. هي اساسا مش تقيله خالص، هي حاجه خفيفه كده، طبعا عندنا كلنا في بيوتنا منها. وكمان كنت غاسله الفرشه اللي في الارضيه وكانت ناشفه، وزي ما انتوا شايفين كده فله شمعه منوره، الاوضه نورت بعد ما اتفرشت، نورت كده. هفرش خلاص الفرشه اللي في الارضيه. اهم حاجه لو وصلت لحد هنا بفكرك تحطي لي اللايك، كل شويه ارفاكم وبقول لكم حطوا لايكات واكتبوا تعليقات، وانتوا عاوزه اقول لكم ان انتوا يعني ايه بخلانين عليا في حكايه اللايكات دي. كل اللي بيحب ريمو وعاوز ريمو توصل، ويعني ربنا يعوضها عن القناة القديمة بال10 آلاف مشترك اللي فيهم، بالله عليكم اقفوا جنبي، لا تنسطروا لا تنسطروا وروحوا اقفوا جنبي. واهم حاجة الامانة اللي ما بيني وما بينكم، انكم لو وراكم صلاة او اي حاجة توقفوا الفيديو وتروحوا تصلوا كده وتشوفوا الورد اللي عليكم، ايا كان قراءة قرآن او اي حاجة في يومكم، وبعدين تكملوا الفيديو كده وتشجعوا بيه. يعني حاجة بسيطة جدا جدا، فيديو مريح جدا النهاردة، حاسة ان هو بسيط كده وهتحبوه. اهم حاجة لايكاتكم كده وتعليقاتكم، وتعالوا عشان ما ننساش ونقفل الفيديو من غير ما نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وناخد حسنات مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. خلاص كنت خلصت الأوضة وبشطب بقى، حطيت المفارش دي على الكومودينيهات وبس كده، وده كان شكل الأوضة النهائي. وندخل على المطبخ بقى نشوف هنعمل ايه. حبيت ان انا اعمل لهم اكله النهارده بسيطه برضو. ناكل ايه احمد ابني من النوع اللي بيحب البانيه، المكرونه البشاميل، يا ابني بطنك يا ابني بطنك، عشان الدور اللي في بطنه كده. فلا يا ماما احنا عاوزين وكان في اجماع ان احنا نعمل مكرونه.
فدورت بقى في الفريزر هنا طلعت صدر فرخة هنعمل بيه صينية نجرسكو كده. فحبيت برضو ان انا اعمله معاكم كده واشارك يومي كده البسيط قوي 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 ده معاكم. يا رب كده فيديوهاتي تكون محببة على قلبكم وما اكونش ضيفة تقيلة كده على قلبكم تتفرجوا على الفيديو. اهم حاجة لو بتحبوني او اتفرجتوا على الفيديو حبتوني ما تطلعوش من الفيديو غير وانتم مشتركين في القناة. اي حد بقى دخل وما حبنيش ما يعلقش تعليق سلبي، ما يكتبش اي حاجة، لان كل الحاجات دي بتترد على فكرة، ربنا بيردها لك بس بطريقة تانية، ايا كان التعليق اللي انت هتكتبيه ايه على فكرة. فيا رب تكونوا حبتوني كده، ويا رب نفضل مع بعض كده دايما طول العمر واقفين كده مع بعض وتفضلوا سند ليا، اللهم امين. دخلت بقى على المطبخ بتاعي طلعت كيس طماطم من اللي انا مفرزاه صلصة، وقمت حاطه شوية زيت وحطيت كيس الصلصة يفك بس. بيسهل عليا كتير على فكرة تفريز الطماطم ده. الطماطم غالية جدا اليومين دول، فالحاجة اللي في الفريزر اطلع واعمل منها بتسهل عليا كتير. طماطم وصلت ل25 جنيه ونزلت 20، والسوق اللي فات انا كنت جايباه ب15، فتحسوا ان هي يعني إيه مش راسية على الحال، مجنونة يا قوطة زي ما بيقولوا. وكان عندي الصدر الفرخة ده طلعته وعملت شاورما كده، وحطيت شوية مادة دهنية حاجة صغيرة كده، وبعدين قطعت الشاورما ونزلت عليه هشوحها، وبعدين انزل بالخضار بتاعي. بصل بقى، حابه تحطي طماطم حطي، لو حابه تحطي فلفل اخضر حطي. انا بحط فلفل اخضر وبحط بصل، وبحط بقى التوابل بتاعتي اللي هي بقى التوابل 7 بهارات، فلفل اسمر، ملح، جنزبيل، اي توابل بتحبيها حطيها، رشة جوز الطيب بس ما تكتريش طبعا منها. اي حاجة كده بتحبيها حطيها، اي حاجة ان هي تطعم اكلك وتخليلك نفس بسيط، بس يعني ايه بمنسوب حاجة بسيطة. حاولي ما تكتريش في البهارات، لان البهارات طبعا بتقلب العكس لما تكتر، بتقلب العكس بتخليكي كده ما انتش فاهمه ايه اللي بتاكليه. فانا من الناس اساسا اللي ما كنتش بحب البهارات تماما، كان اخري شويه الفلفل الاسمر وشويه الملح على اي اكل ايا كان الاكل ايه، كنتش بحط عليه بهارات تماما. فلفل اسمر وملح كده، وتحسوا ان تاكلوا الاكل كده عارفين طعم الحاجه اللي انتوا بتاكلوها ايه، ايا كان فراخ، كفتة، ايا كان. وكمان اللهم ذكرني الفراخ لما بتتسلق ما كنتش بحط عليها لورا ولا حبهان ولا اي حاجه من دي، زي ما اتعودت. يعني انا طلعت لقيت ماما كده فتعودت ان هو الاكل كده، ده الاكل الطبيعي. بس لما دخلت الحاجات دي في الاكل بمنسوب بسيط كده، حسيت ان هي لذيذه. ليه لا ان هي الحاجه دي ما تبقاش موجوده. كانت الشاورما بقى ايه دخلت في السوا، نقلتها على عين تانية، وحطيت على العين اللي في النص المية بتاعت المكرونة عشان تتسلق، وهعمل برضو ايه شوية اللهم ذكرني اللي هو البشاميل ده، عشان الصينية اللي هنعملها بيتعمل بطريقة سهلة جدا جدا جدا، هتشوفوه معايا دلوقتي. اهم حاجة حط اللايك وتعالى نكمل الفيديو للاخر. متنسوش بقى دعوة حلوة من القلب ولكم بالمثل. عملت ايه دلوقتي؟ جبت زبدة، وقد مقدار الزبدة اللي بحط دقيق، وبعدين بقوم ايه محمره الدقيق كده لحد لما يدخل في لون الذهبي الجولد ده. يا اما ما تدخلوهوش في اللون لو مش بتحبوا طعم البشاميل يكون ظاهر معاكم. ادوه تشويحه بس كده السمنه في الدقيق بحيث ان الدقيق ما يبقاش ظاهر في طعم البشاميل. بس انا بديه لون كده اللي هو اللون مصفر كده شوية، بحس بينقل البشاميل في حتة تانية. بصوا اللون عامل ازاي، هو مش دهبي خالص، بس هتلاحظوا لما حطيت اللبن عليه في فرق ما بين لون اللبن ولون البشاميل. هقلب بقى كده، طبعا كده تقيل فهزود مع اللبن شوية مية، مكانش عندي غير شوية لبن صغيرين. ما تبصوا ما توقفوش نفسكم على حاجة، يعني مثلا عندكم كوباية لبن ماشي هتعملوا بيها، هتزودوا كوباية مية كمان معاها ما يضرش. مش لازم الحاجة ان هي تبقى واخدة حقها الحق الصح، يعني لبن بس كريمة بس كريمة لباني بس ايا كان يعني هتعملي ايه. لا عادي ممكن تدخلي معاها مثلا اللبن اهو، انا حطيت اللبن ودخلت معاه شوية مية، ودي كانت السوا بتاع البشاميل الصحيح. انك بعد ما تقلبيه كده وبعدين تجيبي المعلقه بتاعتك وتمشي صبعك عليها كده، البشاميل يتن زي ما هو ما ينزلش على بعضه تاني. بحب ان انا ادخل مكعب مرقة دجاج كده. هتقولوا لي مرقة الدجاج مقاطعة، مرقة الدجاج دي عندي من قبل رمضان اللي هو اللي فات ده،
كنت جايبة علبة وكنت حطاها في التلاجة بستخدم منها. فدي كانت عندي بقالها فترة وانا محتفظة بيها في التلاجة. انا بشتريش حاجات من دي المقاطعة اليومين دول والله العظيم، وربنا الاعلم. ساعات علشان الحلفان كده بنجيب حاجات بسيطة، بس يعني ايه الواحد بتحسه ان ضميره مأنبه بعديها. هنا كان النور كان قطع، وكانت المكرونة خلاص استوت وغليت. هعمل ايه؟ المية بتاعتها غليت. هحط بقى المكرونة لحد ما تستوي، واحط لها الملح كمان، واسيبها تستوي بقى براحتها خالص، وشويه زيت كده بحيث ان هي تطلع كده من السوا او السليق مفرفره. بحب ان انا احط لها الزيت ده، بيخليش المكرونه تمسك في بعضيها. هسلقها بقى لحد لما تستوي كده. وبعد كده بقى هجيب ايه بصوا انا بتفرج معاكم كأن يعني انا مبقاش عارفة ايه الخطوة اللي جاية، فبتكلم وبتفرج معاكم كأني واحدة بتفرج عليها. يعني مش شرط ان انا ابقى لسه مصورة الفيديو حالا وانزل اعمله. انا من الناس كمان اللي بنسى جدا فتحسوا ان انا يعني ايه في التوهان شوية. بعد ما المكرونه اتسلقت بقى، انا بحب ان انا احط عليها صلصه. على فكره ما عرفتش ان انا انوه لكم في اول فيديو، نسيت اقول لكم. في ناس بتعملها بشاميل يعني تبقى بيضه. لا انا بحبها مكرونه عاديه بس بالبشاميل، المكرونه حمراء بالصلصه. هقلب الصلصه بقى، وخدت نص المكرونه في الارضيه بتاعت اللهم ذكرني الصينيه، وحطيت عليها شويه بشاميل كده. انا بقلب شويه البشاميل على شويه الصلصه وبقلبها في بعضيها بحيث المكرونه كلها تبقى ايه عليها بشاميل تمام. فكان النور قاطع بقى مش مساعد معايا خالص. احط بقى الجزء ده، وبعدين احط الجزء اللي على الوش. وهنا كان الفون بتاعي كان خلاص فصل هو كمان. وده كان شكل الصينيه بعد ما خرجت من الفرن وخلصتها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم كده واستفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. كان النور راجع بقى وقاد. فلو الفيديو عجبكم بقى متخلوش عليا بأحلى لايك من أحلى اخوات في الدنيا من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في حياتي ده شرف ليا. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.